السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لو هشتري فدان مجدول أقدر بفلوسه أشتري كام فدان صعيدي؟ وهل الأفضل يعني مثلا في بعض الشركات تقول لك إنه بفلوس فدان مجدول حضرتك تقدر تشتري 3 فدان أو 2 فدان ونص صعيدي، لكن أنا كوسام الحقيقة بحسبها حسبة مختلفة جدا، بحيث إنه أنا لازم أحسب النهاردة أنا هصرف كام على هذا الفدان حتى الانتاج. يبقى لازم اشوف الفدان لغاية عندنا بير وطاقة وشبكات ري، عوامل مشتركة، مصاريف اول سنتين 3 تقريبا ثابته في الاثنين. اللي يفرق هو ثمن فسائل المجدول من الصعيدي، فرق كبير طبعا، ما قلناش حاجه. لكن لما تيجي مثلا تحسب انه فدان المجدول من اول ما حضرتك تجهز له كل حاجه وتزرعه وتصرف عليه 4 سنين حتى تاريخ الانتاج، حضرتك تقدر تقول انك هتصرف تقريبا على الفدان في حدود، ممكن حتى بتمليكه يعني في حدود في اول 4 سنين، ممكن كمان زائد فلوس التمليك، تصرف في حدود 650 الف جنيه على فدان النخيل المجدول. طيب فدان الصعيدي النهارده يصرف كام؟ يصرف اقل من الرقم ده، يمكن تصرف عليه حوالي من 350 ل 400 الف على الفدان، حتى برضو لغاية ما يعدي 4 سنين من تاريخ الزراعة. فبالتالي لما نيجي نقارن الفدان المجدول بالفدان الصعيدي، ما نقولش مثلا النهارده الفدان المجدول ب 10 جنيه والفدان الصعيدي ب 3 جنيه ونص ولا ب 4 جنيه، يبقى اذا فدان المجدول التكلفه بتاعته تساوي 3 فدان صعيدي. لا، الحقيقه هي تساوي تقريبا فدانين صعيدي او اقل. وبالتالي لما حضرتك تيجي تقارن بين ازرع مجدول ولا ازرع صعيدي، تقارن الفلوس اللي حضرتك هتدفعها النهارده في تجهيز الارض وزراعه الفسائل زائد مصاريف الارض حتى الانتاج في خلال 4 سنين على الاقل من بدايه الزراعه. وبالتالي هتلاقي المقارنه انه تقريبا اللي حضرتك هتصرفه على فدان واحد مجدول هتصرفه تقريبا على فدانين او فدانين الا ربع من النخيل الصعيدي. طيب بالنسبة للعائد، هل عائد الفدان الصعيدي أو الفدانين الصعيدي زي عائد الفدان الواحد المجدول؟ لو استثنينا الفسائل لان الحقيقه لما باجي حتى ازرع لحد مجدول بطلع الفسائل بره الحسبه خالص. ليه؟ لانه محدش عارف بعد 5-6 سنين من النهارده او حتى بعد 4 سنين هتبقى لسه الطلب على الفسائل زي دلوقتي ولا بقى اقل بكتير. هل لسه الفسائل باسعارها العاليه ولا اسعارها قلت؟ انا اللي يفرق معايا هو الانتاج اللي مكمل معايا ان شاء الله 30 و40 و50 و100 سنه، ربنا يدينا ويديكم طول العمر يعني. وبالتالي النهارده هنقارن انتاج فدان واحد مجدول مقابل 2 فدان، هنمشيها 2 فدان مع ان هم 2 الا شويه يعني، بس هنمشيها 2 فدان صعيدي. الفدان المجدول تقريبا انتاجه متوسط 2 طن ونص، في سعر النهارده 200 جنيه ب 500 الف جنيه، حضرتك بتصرف منهم تقريبا حوالي من 80 ل 100 الف، يبقى بيصفي لحضرتك حوالي 400 ألف جنيه، وأنا بتكلم في الأعمار اللي هي 7-8 سنين فما فوق. طيب تعالى الفدان الصعيدي إنتاجه متوسط من 5 ل6 طن للفدان. فهنقول ان الفدانين اللي حضرتك هتاخدهم مقابل الفدان المجدول هيطلعوا حوالي 10 طن بلح صعيدي تمنهم 400 ألف جنيه. حضرتك هتصرف على الفدانين تقريبا من يعني في حدود 120 ل 150 ألف، هنقول 150 ألف، يبقى الصافي لحضرتك 250 ألف جنيه. عايزين نحط كمان نقطة في الحسبان، هل هيظل سعر احنا قلنا كده الخلاصه خالص ان الفدان الفلوس اللي حضرتك هتدفعها النهارده يا اما تزرع فدان واحد مجدول يا اما تزرع 2 فدان صعيدي. صافي انتاج الفدان المجدول في فتره الانتاج القصوى من 7-8 سنين فما فوق هيصفي لحضرتك في حدود من 350 ل 400 الف. ال2 فدان صعيدي هيصفي لحضرتك في حدود 250 الف. ده الخلاصه بدون الدخول في اي تفاصيل يعني. لكن لازم تحط برضو حضرتك بتختار هزرع صعيدي ولا مجدول في ارضي، انه
تحطه في الحسبان. هل هيفضل سعر المجدول غالي؟ لان السعر ده موجود دلوقتي، لان المجدول بنسبة 95% بيتم تصديره. طيب هل لو اتجهنا بالتمر المجدول او الانتاج النخيل المجدول للسوق المحلي هيكون هو ده نفس سعره؟ انا عايز حضرتك تحط في حسبتك انه ممكن نبيع التمر المجدول بسعر من 80 ل 100 جنيه في السوق المحلي، بس وقتها حضرتك مش هتخلي النخله تشيل 50 60 كيلو، وقتها هيكون الانتاج زيه زي النخل الصعيدي، ممكن النخله تشيل 80 كيلو و100 كيلو عادي خالص، لان احنا ساعتها مش هندور على مواصفات تصدير، وبالتالي هيكون انتاج النخله اكتر، وبالتالي فدان المجدول ممكن ساعتها يطلع 5 طن في 100 جنيه، هيطلع تقريبا نفس الرقم بتاع التصدير. طيب النصيحة الأخيرة، لو حضرتك بتسأل طيب أنت كده حيرتنا يا دكتور وسام، نزرع صعيدي ولا نزرع مجدول؟ أنا هقول لحضرتك الخلاصة. لو مساحة حضرتك صغيرة مثلا هتاخد معانا سهم واحد 5 فدان، انا انصح حضرتك يعني تستخير الله وتصلي صلاه استخاره وتختار صنف واحد منهم تزرعه، سواء صعيدي او مجدول، وربنا يرزقك ويرزقنا. طيب لو حضرتك هتاخد سهم كبير 10 فدان، انصح حضرتك انه يكون جزء منه وليكن النصف مثلا مجدول والنصف الاخر صعيدي. يا رب ان شاء الله اكون افدتكم بالفيديو ده، وكل عام وحضراتكم بخير. شكرا جزيلا.